السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا وحاجة سهلة وخاماتها موجودة في كل بيت، وهي العزيزية على العزاز على قلبي. تعالوا نعملها مع بعض. انا حطيت هنا 2.5 كوباية مية، وحطيت عليهم المج اللي هو موجود في كل البيوت، مج الشاي مكرونة. تمام. حطيته وسبت المكرونة دي، اوعي تنسي تحطي عليها ملح وسبتها على النار لحد ما انهمكت كده نهائي. بالنسبة لمقدار اللبن، أنا عندي 1.5 كيلو. أخدت أول كوبايتين نزلت بيهم على المكرونة، وهضربها بالهاند بلندر. تمام. بصوا حبايبي، هي العزيزية دي يعني حالة دمياطي، بس الميزة الحلوة اللي فيه ان انت لو اتصل بيكي ضيف وقايل لك ان هو جاي، يعني تكلفتها مش كتير. من ناحية ايه؟ هي تكلفتها انا بعتبر اللبن بس، لان المكرونة موجودة، السكر موجود. بصوا حبايبي، انا ما ضربتها بالهاند بلندر هي انهمكت كده، فانا نزلت عليها ب3/4 كوباية سكر. الحالة ده انت اللي بتتحكمي فيه وممكن تدوقيه. لو انت لقيتيها ان هي مش مسكر، يعني محتاجة سكر، هتحطي سكر. شوفي قوامها كريمي ازاي. انا في اللحظة دي جبت معلقتين نشا. بصي حبيبتي، انا بالنسبة لي ولادي بيحبوا الحاجة اللي هي الكريمية شوية. تمام. انت لو ولادك انت عايزة العزيزية زي اللي بتتباع في محلات الحلواني، هتحطي 3 معالق دقيق علشان تبقى متماسكة. تمام. انا هنا نزلت بالكيلو اللبن التاني وحطيته على النار وبدوب. طبعا انا حاطه فيه سكر وحطيت فانيليا. انا اسفه ان هي ما ظهرتش في التصوير، ساعات التليفون ده يعني ما بيبقاش احسن حاجه وبيسقط لي حاجات. نزلت هنا في اللحظه دي بالنشا. تفضل ايدك مستمره في التقليب، ما تسيبيش ايديكي، لان ده لبن ومكرونه. انا بالنسبه لي انا بحب اي حاجه منهمكه. بصي في الحلا، في الوقت ده لو انت غرفتيه في اطباق غرف وحطيتي على وشه سكر كده وحطيتيه تحت الشوايه، جنن على فكره، طعمه جميل جدا. انا هنا نزلت بمعلقه قشطه. انا قايله لكم ان انا ست ما شاء الله، عندي عندي حاجات كتير في القشطه من التلاجة من وش اللبن. بصوا، اخدت دلوقتي معلقه زبده زبده طبيعي او سمنه طبيعي وحطيتها، ودهنت الصينيه بتاعتي دي كان مقاسها 30 مج. الكوبايه ده اخد صينيه مقاسها 30. بصي انا بوريكي القوام بتاعها بقى كريمي. تمام. انت زي ما انا قلت لك، انا حسيت ان انا مش بقطع مكرونه بشاميل، فانا عايزاها تبقى حاجه كريميه كده، فحطيت معلقتين نشا. انت عايزاها تتقطع معاكي خرطه كده واحده، حطيها 3. سبتها حوالي ساعة، المفروض تسيبيها اكتر من كده، بس انا حطيتها في التكييف فشفت معايا بسرعة وعملت وش كده. في اللحظة دي انتي بتعملي معلقة زبدة طبيعي، وبتحطي عليها معلقة عسل نحل، وبتحطيها كده بتدهنيها. انتي لو سبتيها اكتر من الوقت ده هتنشف معاكي اكتر، بس انا بردتها على التكييف على اساس ان انا عملتها الوقت كان متأخر. تمام. بصوا انا دهنتها حتة حتة كده، وهي فعلا كان برضو الوش بتاعها يعتبر ما ضايقنيش يعني، لا كان وشها كويس. طبعا هتحطيها. بصوا هي مستويه، كل حاجه فيها مستويه. انت عايزه تاخدي لها وش بس للصينيه، هتولعي الشوايه وتفضلي تلفي فيه كده علشان ما تتحرقش منك وتاخد كل اللون من الاتجاهات كلها. بصراحه هو حلا سهل ومش مكلف خالص. يعني ان انت مثلا تعملي صينيه زي دي وتفرحي بيها ولادك، هيبقى سعرها بالنسبه لك يعني هتكلف اقل من 100 جنيه. ففي الوقت الحالي ان احنا نعمل حاجه بالسعر ده يبقى حاجه خياليه. طبعا احنا هنحطها تحت الشوايه وهنسيبها. انا عن نفسي سبتها لتاني يوم، لان انا كنت خلصتها والوقت اتاخر والولاد ناموا. سبتها لتاني يوم وقطعتها. تمام. انتي لما هتبرد هتطلع معاكي قطع احلى. بصوا بدات ان هي تاخد لون دلوقتي وتلون، وانا عماله الف فيها. تمام. والله هتعجبكم قوي باذن الله ان شاء الله، وهتعملوها والولاد هيتبسطوا بيها قوي. ولو قلت لك على فكره الاطباق الغرفي دي وحطيتي عليها سكر وحطيتيها تحت الشوايه عفوا، هتبقى جميله برضو، هيبقى حلا برضو مختلف. تمام. بصوا طلعت لونها جميل ازاي، لونها زي القمر ازاي. اوعي تنسيني في الاشتراك وتفعلي الجرس عشان كل حاجة جديدة انزلها يجيلك انتباه ان انا نزلت حاجة. اتمنى ان عدد افراد القناة بتاعتي يزيد باخوات جداد وعزاز على قلبي كده ان شاء الله. بصوا حبايبي، انا بقطعها اهو، ابتديت هنا اقطعها. ده تاني يوم بقى، فهمتي؟ انا بقطعها وفي جيش واقف ورايا كنت المفروض اقطع كل واحد ايه، يحط حساب القطعة بتاعته. بصوا حبايبي، ما شاء الله والله، يعني اوعي الناس اللي عايزه تخس ما انصحكيش ان انتي تاكلي منها كتير، لان طعمها حلو هتغريكي قوي. انا هخلص معاكم الفيديو، هقوم اكل لي كام قطعه كده، هي قطعه واحده اللي هاكلها
اشوفكم على خير في فيديو جديد، وتصبحوا على الف خير، ومع السلامة.